يا مساء الجمال على كل حبايبنا في كل مكان. جينا لكم النهارده في فيديو جديد، فيديو مهم جدا على قد سهوله المنتج اللي انا هعرضه لكم النهارده، لكن منتج قوي، منتج سحر هيزود معاك الانتاج للضعف. هتشوف النهارده كل الزغاليل، كل الحمام اللي انا هعرضه النهارده يا اما تحتيه زغاليل، ده طبعا جزء من الحمام اللي عندي بس، يا اما الحمام النهارده هيبقى تحتيه زغلول، يا اما هيبقى تحتيه حصى. فطبعا ده اللي احنا محتاجينه من الحمام عشان الانتاج، وانا ما اقدرش اكسب من الحمام من غير ما يكون فيه انتاج. وبالنسبه للناس اللي بتربي في بيوت او بتربي للغيه او بتربي للاكل او بتربي في لوفت، فكل الكلام ده مهم ليها. خليكم معانا وباذن الله هنستفاد. ادي ده قص تحتيه حصى زي ما احنا شايفين، لسه محصي. ادي ده قص تحتيه زغاليل. اهو زي ما احنا شايفين، ادي حجم الزغاليل. ادي الزغلول التاني. ده قص تاني، دي تحتيه حصى. دي طبعا مجموعة زغاليل. ادينا انا بوريكم برضو الانتاج، واوريكم الحاجات اللي طلعت من الحصى والحاجات اللي محصية، عشان اوريكم برضو ان المنتج اللي انا هتكلم عليه النهاردة الصراحة حاجة انا بعتمد عليها، وحاجة دي زغاليل صغيرة زي ما احنا شايفين. دول معزولين. اكمل لكم شوية عرض كده. ده برضه قص مالطي، ادي الزغاليل دي بتاعته. ادي قص مدينة امريكي برضه تحتيه حصى. ادي ده قص روماني تحتيه برضه حصى، بس القص ده اساسا صعب ان انا اوريكم الحصى بتاعه، لان الذكر هيخبط بجناحه وهيكسر الحصى. حتى زي ما انتم شايفين انا عامله معامله خاصه في الطاجن بتاعه، عامل له جردل وقاطعه له عشان ينفع يتناسب معايا. ده مثلا ادي قص تاني اهو. برضو ادي حاجات، ادي زغاليل. انا برضو هقول لكم دلوقتي المنتج اللي انا بتكلم عنه ايه، وطريقه استخدامه، وازاي هو مزود معايا الانتاج بالشكل ده. ادينا زي ما احنا شايفين كل الحمام تحتيه حصى اهو. اللي مش تحتيه حصى دي تحتيه زغاليل اهو. نفس الكلام اهو زي ما احنا شايفين. ادي شفنا ادي الزغاليل زي ما احنا شايفين. ده طبعا قص حضان. لكم الزغاليل بتاعته اهو. زي ما احنا شايفين المنتجات يا جماعه اللي بتزود الانتاج بالشكل ده تستاهل ان احنا نهتم بيها، وحرام ان احنا نهمل حاجه زي كده. زي ما احنا شايفين اهو كل الحمام تحتيه اما حصى اما زغاليل اهو. دي حضانات. ده اللي تحتيه روماني حصى. ده اللي احنا قبل كده هوريكم برضو الفيديو بتاع التحضير، حطينا الحصى هنا. ادينا هنشوف اهو. فاكرين لما قلنا ادي اهو كاتبين عليه التاريخ اهو. ده بتاع القص الروماني اللي انا وريته لكم عاد في الطاجن، والقص حصى بعديه اهو زي ما احنا شايفين.
برضو خليكم معانا هوريكم حاجات تانية. ادي القص اهو، ادي القص تحتيه حصى اهو. اوريكم ادي القص تحتيه زغاليل. هو القص ده السكر ده لازم يتضرب كده عشان تعرف بعدين تدخل ايدك كده اهو. زي ما احنا شايفين ادي الزغاليل اهو، وادي ذكر احترم نفسه اهو. ادي حاجة بسم الله ما شاء الله، يعني ربنا يبارك ويزيد حضراتكم اهو. برضو اهو زي ما احنا شايفين برضو اهو. وادي شايفين الزغاليل. بعد ما شفنا الجزء من الحمام والانتاج بتاعه عامل ازاي، طبعا المنتج اللي هنتكلم عنه النهارده منتج بسيط وسعره رخيص وزي على قد سهوله المنتج واستخدامه على قد ما هو مهم وحرام الناس هتهمله. زي ما انتم شايفين انا بعتمد عليه، مش هو بس طبعا بعتمد عليه، وهو حاجه تاني برضه هعرضها لكم باذن الله في فيديو جاي. بس عايز اقول لكم انا بعتمد عليه بالنسبه للانتاج وبالنسبه للحصى وبالنسبه تعويض الكالسيوم عند الحمام. عايز اقول لكم بنسبه يمكن تعدي ال 50%، وال 50% التانيه على منتج تاني برضه هعرضه لكم. بس انا النهارده قلت اركز عليه عشان خاطر الناس اللي مش واخده بالها من حاجات مهمه برضه نلفت نظرها. وعرضت لكم برضه الانتاج، وعرضت لكم برضه ان الحمام يا اما تحتيه زغليل يا اما تحتيه حصى، وده يعني طبعا اول حاجه يعني رزق من عند ربنا، وتاني حاجه الاهتمام اللي احنا بتمثل في حاجات زي كده. ده مثلا شريط، الشريط ده ثمنه 7 جنيه، فيه 10 حبايات، يعني الحبايه ثمنها 70 قرش. في الاستخدام العادي 3 انصاص، يعني جنيه للطيره الواحده عشان اعوضها بالكالسيوم. الجنيه ده في الحالات العاديه زي ما قلنا قبل كده. طبعا في ناس اول ما هقول الكلام ده هتعرف المنتج ده ايه من الناس اللي انا كنت قايله قبل كده. كنا بنقول الطير اول ما تحص نديها نص، تاني يوم اللي هو الوسط ما بين الحصوتين ندي نص تاني، واليوم التالت بندي نص تاني بعد الحصويه التانيه. 3 انصاص ده بشكل دائم بعد ما الطيره تحص في اي وقت. طبعا هنقول الكلام ده مهم جدا، ومن غيره الطيره هتحص مره واثنين وثلاثه وبعد كده هتلاقيها لازم تعطل. اول حاجه وقايه من البيضه الواحده، من البيضه البريشت، من انقطاع البيض خالص، ومن الطيره تبقى اعطال. عايزين نعرف تاثيره ايه على، يعني نقدر نميز هو تاثيره ازاي سحر. لو عندنا حمامه بتعرج وجبنا حبايه زي دي واديناها له، عايز اقول لكم لو احنا اديناها له الصبح بالليل هتلاقي اللي عندنا الحمامه اللي بتعرج دي مشيت كويس. فطبعا حاجه باينه يعني بنلاقي رد الفعل سريع قوي كده. فبرضه رد الفعل برضه في الحصى وفي تعويض الكالسيوم. المنتج ده بالنسبه للوقايه بنستخدم 3 انصاص زي ما قلنا. طيب بالنسبه لانقطاع البيض او طيره عندها نقص كالسيوم، بندي 5 حبايات، يعني جرعته 3 جنيه، 5 حبايات من ده كل يوم حبايه للطيره اللي عندها نقص كالسيوم، او الزغلول اللي عنده نقص كالسيوم بس بنديله 5 انصاص. لو ذكر عندنا بيروق نديله برضه 5 حبايات كل يوم حبايه. مفيد جدا اللي عايز اقول لكم للتخصيب عند الذكور وعند الاناث، وزي ما قلنا يعني بيغني عن مشاكل كتير، وغير كده بيزود الحصى بشكل يعني بيخلي الحمام يلحم بسرعه. زائد كمان حاجه تاني مهمه قوي، حجم الحصوايه نفسه. حجم الحصوايه نفسه لما الطيره بتبقى متغذيه كالسيوم واخده البرشام ده، بنلاقي الطيره بتجيب الحصوايه القشره بتاعتها ناشفه. غير كده كمان بنلاقيها ان هي الحصوايه نفسها كبيره، فالحصوايه الكبيره بتجيب زغلول كبير، بتجيب زغلول صحته حلوه. فلازم ناخد بالنا من النقطه دي.
لان ما ننساش ان البيضه دي او الحصوايه دي هي اللي بتتحول للزغلول. فلو حصوايه ضعيفه وشكلها الظاهري القشره بتاعتها ضعيفه او حاجه، فالزغلول بيطلع ضعيف. ناخد بالنا من النقطه دي. طيب احنا دلوقتي هنقول اسم البرشام ده ايه. اجيب لكم العلبه عشان نشوف. ده اسمه D3F من اي صيدليه بشريه. ادي ده بالعربي D3F من اي صيدليه بشريه. الشريط ثمنه 7 جنيه. طبعا سهل وبسيط ورخيص، واستخدامه اتفه من التفاهه، ما فيهوش اي حوار. اي مبتدئ بيقدر يمسك، اذا كان هيدي الحبايه زي ما هي او هيكسرها نصين، فكله بالنسبه لنا سهل ومش محتاج ان احنا يعني نكسل عليه. واحنا كده ده كان منتج بسيط، وباذن الله بكره هقدم لكم حاجه تاني انا بعتمد عليها. ويا ريت ما ننساش زي ما نتواصل مع بعض في التعليقات. ويا ريت ما ننساش عشان دعم الفيديو لايك عشان اكبر عدد يشوفه والفايده تعم. وكده نبقى وصلنا لنهايه الفيديو، واستنونا باذن الله في فيديو جديد.